انا مش عارف ارضع، عندي حاله مسطحه وحاله مقلوبه ومش عارف اعمل التقام صحيح، مش عارف اعمل ايه. ليه بقى وصلنا لكده؟ من الحاجات اللي انصحك بيها وبشده ان احنا نعمل زياره لاستشاري الرضاعه الطبيعيه قبل حتى ما نولد. رقم واحد، الدكتوره هتكشف على الثدي وتقول لك لو عندك اي مشاكل قد تعيق الرضاعه الطبيعيه. تاني حاجه هتقول لك اوضاع الرضاعه الطبيعيه. طيب ازاي بنزود لبن الام؟ هتفهمك وتعرفك ايه هو لبن السرسوب واهميته، ايه انواع شفاطات الثدي، ازاي نعصر، ازاي نشفط، وازاي نخزن اللبن اللي احنا شفطناه. طب ايه الاكل او الشرب اللي بيزود لبن الام؟ ده هيفرق معاكي جدا وانت داخله عارفه كل الحاجات دي قبل ما تولدي، عن ان مره واحده البيبي اتولد. حتى لما اجي اقول لك الكلام دوت انت بتستقبليه وانت متوتره. كمان في لينا كورس عن الرضاعه الطبيعيه، كورس صغنطوط كده هوت، ممكن تلاقوه في قوائم التشغيل، وعلى فكره متجدد ومجاني، وانا بتبسط جدا لما انتوا تشيروا الكورس دوت، لان دوت انا بسعد جدا لما واحده ما تعرفنيش او في بلد تانية ترضع طبيعي بسببي.